أعشق للسعودية. والله يا غاليين نحبكم في الله، كيف لا نحبكم؟ فإنها بلد التوحيد، بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلد الحرمين، بلد الإنسانية، أرض السلام والأمن، دار الإيمان، دار الوحي. وأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هذا البلد، كيف لا نحبكم؟ فأحبكم في الله، وأنتم فخرنا، وأنتم تاج على رأسنا أيها الإخوة وأخواتي من السعودية. فنحن نحب كل دار المسلمين كافة، نحن نحب كل دار المسلمين، كل بلد المسلمين. نعم، لأن كلنا إخوة، المسلمين كلنا إخوة. لكن المملكة العربية السعودية هذا خاصة، لأن هذا بلد التوحيد وبلد الحرمين، بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، بلد آل سعود. آل سعود فخر لكل مسلم، الحمد لله. فهذا البلد خاصة، فنحبكم في الله. هذا البلد بلد التوحيد، لكن ليس فقط أنا، أي مسلم من دولة العربية أو من الدولة العرب والعجم، أي مسلم إذا يفهم ويعرف توحيد ويعرف قدر التوحيد هو يحب السعودية. لازم أي أحد، أي مسلم إذا يفهم ويعرف توحيد وقدر التوحيد هو يحب السعودية لازم. لكن بعد الناس مسلمين لكن لا يحب السعودية، لأن هو لا يفهم توحيد، لا يعرف توحيد، لا يعرف فرق بين التوحيد والشرك، لا يعرف فرق بين السنة والبدعة، هو لا يحب السعودية. لأن علماء السعودي وشعب السعودي لا يعبد الصنم، ولا يعبد المقبرة، ولا يعبد الحجر، ولا يعبد أي شيء، ولا اتبع أي منهاج، أي طريقة إلا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. فأي أي مسلم من أي بلد إذا يفهم ويعرف توحيد فلازم يحب السعودي. هذا الحقيقة، هذا الحق. أنتم فخرنا، وأنتم تاج على رأسنا أيها الإخوة وإخواتي من السعودية. نحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.